الو. الو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. الاستاذ محمود جابر معايا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، انا محمود. محمود مين؟ محمود خطيب احلام. ازيك يا استاذ محمود؟ الحمد لله بخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. تحت امرك، اتفضل. الامر لله وحده. يجري الآن هو انا تسجيل هذه المكالمة. لا مؤاخذه، بس ثواني. لقد انتهى تسجيل المكالمة الآن. الو. كنت محتاج بس اتعرف على حضرتك يعني. اتفضل اتفضل، أنا معاك. يعني كنت عايز عمي يقعد مع حضرتك لان من ساعه ما خطبتها وانا بشوف حضرتك بس على النت. خطبتها من مين؟ ايه؟ خطبتها من مين؟ خطبتها من والدتها. لو انت شايف ان هو ده صح يعني. لا طبعا. تمام. كويس ان انت عارف ان ده مش صح. طيب حضرتك انت دلوقتي حضرتك انا من الصعيد. اجدع الناس في الدنيا. ربنا يبارك لك، يعني احنا عارفين الاصول والله وعارفين كل حاجه، بس انا لما اعجبت بيها ماليش في اللف والدوران والكلام ده كله. دي ماشي، طريقه بس على طول على والدتها انت عارف البيت ان المكالمة دي متأخرة، يعني المفروض المكالمة دي قبل مش بعد. والله ربنا اللي يعلم ان انا دخت السبع دخات عشان اجيب رقمك، ورحت اسكندريه وما عرفتش اوصل برضه لحضرتك. يعني هو رقمي بعيد عنهم؟ ما هم معاهم رقم، زي ما كلمتني دلوقتي كنت ممكن تكلمني قبل كده، ولا ايه؟ وربنا انا بالصدفه لما شفت الرقم بتاع والدتها، والدة امها، والدة حماتي، شفته عندها فخدته من غير ما، قسما بالله من غير ما هي ما تعرف، ورنيت عليها وجبت منها لا الرقم. لا، ما هو احلام وامها معاهم رقمي، يعني مش صعب ان انت توصل له. هما معهمش تليفون اساسا، ده انا اللي لسه جايب لهم تليفون. ما هو انا بقول لك هم معاهم رقمي. انا من فاهم؟ ساعه ما عرفتهم وانا مش معاهم تليفونات. اه. طب رقم ابوكي تقول لي كان مع التليفون والتليفون بايظ. اه. طب انا عايز اوصل لابوكي تقول لي ما اعرفش، بس رحنا لاهلنا، ان رحت لاهل امي مش هتعرف توصل لحاجه وهيهزقوك. عشان في كلمت مشاكل اللي بين. هو الحاج مرسي ده، مم. شتمني من غير ما اقول له اي حاجه، هو بدأ بالشتيمه على طول لما عرف انا مين. ما هو الموضوع اصلا غلط من البدايه، فانت مستني ايه رد فعل منه؟ يعني انت عارف الحاج مرسي ده يبقى ابو حماتك، وفي مشاكل مع بعض بقالهم سنين، وحماتك مسكتهم بهدلتهم. انا لو مكانك ده نسب يعر ما يشرفش. لو انت بتتكلم ان انت راجل صعيدي وعندك تقاليد وعادات، لما واحده تكون مقاطعه ابوها، يبقى بكره بنتها هتقاطع اهلك وهتقاطع اهل اهلك كمان، ولا انا بتكلم غلط؟ اشوف بنتي اهي وبتكلم ازاي، بس انا بكلمك بمورد الله. انت المفروض عايز البنت تاخدها من الرجاله مش تاخدها من امها، لانها امها اصلا مضيعه الدنيا، واكيد هي جنبك وسامعاني. طيب ما لينا من جنبي وسامعاني، ما بس هو انا انا بقول بتكلم. لك، وهي عارفه ان انا اي حاجه بقولها حتى لو في وش العنتيل. فهو المكالمة دي لو انت عايز تعملها من الاول كنت عملتها. بس طيب هي بعدتك عن اهلها الاساسيين، انفردت يعتبر بالموضوع لوحدها، وده في حد ذاته الموضوع ده غلط. هو انا والموضوع عارف ده ان اثر غلط. فيا. انت تعرف ان مش فرحك كان في شهر 10؟ اه. فرحك كله متصور وجاي لي، اللي انت ما تعرفوش، وانا قلت لها كده واتصدمت واستغربت ان انا عرفت. وكان في حتة كده زي كافيه او قاعة، بس انا الفيديو اللي عندي على التليفون التاني كنت وريتهولك. لا هو انا عامله في قاعه. ما هو انا بقول لك الفرح او الخطوبه نفسها كانت في قاعه او زي كافيه او حاجه. يعني ما الفيديو ما كانش بيلف في مكان قوي، يعني كان جايبكم انتوا بس. فالموضوع كان بالنسبه لي انا كان صدمه. يعني حط انت نفسك مكان اي واحد بنته بيعتبر بتعامله وحش وكمان بتتجوز من وراه، انتوا كصعايده تعملوا ايه فيها؟ بص، هو صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. هو انا لما دخلت البيت قالوا لي ان هم منفصلين. انا منفصل عن ابوها من سنين، من ساعه ايوه، ما ما انا ولدتها. عارف، ما هو شيء معروف ان احنا منفصلين، تمام. بس طب مش انا عايز بس اوصل بس لابوها. مش ثواني بس. في فرق بين الانفصال وفي فرق بين ابوها ميت ولا موجود. لا هي قالت ابوها موجود. بس طالما ابوها موجود يبقى الانفصال ده ملوش دعوه، اركنه على جنب. طيب يا ستي الانفصال ده رن عليه. احنا قالت انا منفصلين رنيت عن عليه وقال بعض لي من ماليش بنات. 2008. يعني 2008 دي بتهيألي كنت انت لسه حاجه صغيره.
لسه طفل. تمام، منفصلين من 2008، يعني انت بتتكلم في سنين السنين. فده ملوش علاقه بالاصول، فاهمني؟ والله فما هو علينا، فما علينا. سيبك من الحته دي. الحته بقى التانيه والاهم، ان هي اصلا امها من النوع اللي بيحب ياخد كل حاجه يلوي دراع. وانا للاسف ما بحبش الحته دي، مش فيا. يعني انت بتقول انا صعيدي، انا بقى جدودي صعايدي. فتحس ان ايه، الطبع برضو غلاب شويه في حته الكبرياء والعند شويه. هو اي حد يكره النقطه اللي انت بتقولها دي. تمام، دي حاجه. الحاجه التانيه ان انا بنت انا شايفها صغيره، فانا المبدا نفسه انت او غيرك، انت على راسي من فوق وغيرك على راسي من فوق، بس انا بتكلم في المبدا نفسه. البنت لسه طفله. انت عارف احلام دي عندها كام سنه ولا؟ داخله في 18 كام؟ وانا عندي 19. لا، هي عندها كام سنه قلت؟ داخله هتخش في 18 سنه. ده هم اللي قالوا لك ولا انت حسبتها؟ لا انا رحت طلعت البطاقه. تمام. مواليد كام احلام؟ مواليد 2006. حلو قوي، حلو قوي. شهر كام؟ في اول 6. انا ابوها مش انت. ايوه. احلام ايوه ما انا عارف ان انت الابوه، انا اللي 10 قاعد بطاقه. 12، اشتري مني بقى. احلام مواليد 10 12 2006. مين اللي خلفها، انا ولا انت؟ لا انت اللي حضرتك انت، يعني بس انا بقول لك انظم عيد ميلادها. احلام بنتي نفس اليوم ونفس الشهر بتاع عيد ميلادها. انا 10 12 83، هي 10 12 2006. تمام، احسب بقى من 10 12 2006 لحد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 21 22 23. عندها داخله في 18 سنه. اعدهم لك انا. عدهم. صلي بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. من 2006 ل 2010 كام سنه؟ 4 سنين. حلو قوي. وحط وهتحط السنه اللي هي اتولدت 2010. فيها. ثواني بقى، انا بحسبها لك بالبلد اهو. وحط من تمام. 2010 ل 2023 كام سنه؟ 13 سنه. حلو قوي. يبقى 17 سنه. ثواني بقى، شيل بقى. هي اصلا 2006 في اخرها، يعني ما تتحسبش 2006، تتحسب. ما احنا ما حسبناش 2006. ما انا بقول لك، يعني اخر 2023 تتم ال 17، صح كده؟ لا هتبقى كملتها وداخله، والمفروض ان هي تبدا لل 18. يعني حلو انت قوي، بتتكلم مظبوط. تمام. حلو قوي، صح كده. يعني في اخر 2024 تتم ال 18، صح؟ صح. مين بقى المأذون اللي هيكتب لكم؟ لا هو انا لسه ما كتبتش. ما انا فاهم. هي على كلامها هي بتقول ان انا هخش. فانا سألتها سؤال، هتكتبي ازاي؟ ما ردتش لا هو عليا، فانا بسألك انت السؤال ده مكانها. هو انا معايا لحد ما توفي السن وبعد كده هكتب. حلو قوي، حلو قوي، كلام جميل. يعني يعتبر دي فترة خطوبة، صح؟ اه فتره خطوبه. حلو، كلام جميل. طيب فترة الخطوبة دي مش محتاجة ان انا اعرف مين اللي هيبقى مسؤول عن بنتي، ولا سكتي بالكتيبي كده زي ما بيقولوا؟ هو حضرتك والدتها انا لما كلمتها قالت لي انا رنيت عليه وقال لي انا ما عنديش بنات. اه. طيب وعمي كان قاعد يحضر المكالمه دي. قلت لها يا ستي والله قال كده احنا اهلكم. كده، ايه. مين اللي قالك الجملة دي؟ حماتي. حماتك؟ اه ام احلام. طب هي قاعدة جنبك، صح؟ اه. قول لها محمود بيقول لك يا كدابة بطلي كده. هيغلط هيقل ادبي. اه، انا عايزك تبان على حقيقتك وانت بتسجلي المكالمة. ماشي. ايوه عايزك. انا في عمرك اصلا دول بنتك ما بتقولكش بنات اصلا، هي عيله الرجاله. سامع، انا بسأل، حبيت اعرفك الاسلوب بتاعها لما بتكون بتكلمني. سمعت؟ سمعت يا حودة؟ انا تعمدت اطلع ليلى الحقيقية. سمعت؟ انا يا عم شوف نفسك اجري يا هره. سمعت يا حودة؟ اللي معاك فلوس يا بنتك. سمعت يا ابو حنفي؟ سمعت يا حبيب قلب اخوك؟ اه. سمعت اسلوب؟ ده اسلوب بقى واحد يسأل على واحدة بتقل ادبها على راجل في التليفون. انت تعرف ان انا كنت ببعت لهم كل شهر 2000 جنيه؟ عندك معلومة بدي ولا لا؟ لا. طيب اسألها كده. وعموما انا عندي كده كده التحويلات بتاعت فودافون كاش ممكن ابعتها لك لو والرقم اتكلمت معمول. هنخسر بعض. لو صح. اتكلمت هنخسر بعض. قسما بالله ما تتكلمي لا نخسر بعض.
وحياة عمي ما تتكلمي انا نخسر بعض. ما تتكلميش يا نهار. قولي ايه؟ يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. لقد انتهى تسجيل المكالمة الآن. الو. والله قلة أدب. هي عايزة ايه؟ عايزة ايه ليلى؟ عرفني كده، هي عايزة ايه؟ ما تكلموش هنا، كلموا تحت في الشارع، كلموا تحت في الشارع. اه معاك يا محمود، سامعك. والله انا ما اعرفش عايز ايه. طب وما انت تتصل عليا ليه؟ وقسما بالله هخليه يجيب وشك. والله اه والله. ولا مني طب ماشي خلاص بقى. ولا جاي حرام مني. سيبينا بقى نتكلم. الو. اه معاك يا عم محمود. معاك. انا عايز اعرف ايه هي اللي هي عايزاه، هي عايزة ايه؟ والله وانا كل اللي انا كنت عايزه ان انا اتعرف عليك عشان بنتك تخش بيتي قدام اهلي بصوره حلوه، لا اكتر ولا اقل. تمام. صلي بينا على النبي يا ابن عمي. عليه افضل الصلاه والسلام. مش انتوا كسعادة بتقولوا كده؟ اه صلي بينا على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. انت تقبل حماتك تبقى بالاسلوب ده؟ لا. بس مش هتكلم معاك تاني. دور نفسك يا ابن الحلال كده، واحسبها، واعرفها، واعرف اهلها، وخدها من بيت اهلها، وكل احلام روح عيش مع ابوك عيشه محترمه بعيده عن امك اللي مبوظه الدنيا. ويا ابن الحلال تعالى اطلبها مني، وانا متكفل باحلام زي ما وعدتها، بس تتخطب عن طريقي مش عن طريق امها. وانت لو انسان كويس انا مش هسيبك. انا كده غلطان في حاجه؟ مش غلطان. بس انا كنت جايب لهم بيت طويل عريض عشان تيجي تعيش في وسطي وفي وسط اهلي وفي وسط ناسي وتعيش مرتاحه. امها لعبت في دماغها برضه وما كملتش. امم. ببعت لهم شهريا فلوس عشان ما تحتاجش الشغل ولا هي ولا بنتها. وبرضه كانوا بيتكلمني بالاسلوب الزباله اللي انت سامعه ده. انا حبيت اسمعك بس، ده جزء صغير، ده هي بعيده عن التليفون. انت اللي ماسك التليفون. لو هي اه. بقى اللي بتكلمني بتسمع اقذر الشتايم وبتسمع اقذر الكلام. ولو ما فيش بينا دم وهي اساسا بنت عمتي، انا كنت بهدلت الدنيا. بس المشكله ان حماتك دي لحمي ودمي، فماسك نفسي. لكن لو واحده تانية مش هعديها لها لو قالت حتى اصغر شتيمه فيك يا دنيا. فانت يا ابن الحلال، يا ابن الحلال، سيبها وهات بنتي تقعد في وسطي، وتعالى قول لي انا عايز بنتك. ولو انت راجل محترم وكويس وابن ناس اوديلك لحد باب البيت. في اكتر من كده؟ لا. بس. لكن ان انت تاخدها من امها، موضوع كده مش معايا، موضوع كده بره مني. لان المفروض المكالمه دي كانت تبقى قبل كده مش بعد كده. والله وانا ما لقيتش بعض حد عشان ممكن اتغاضى اكلمه. عن الشتيمه وعن الاهانه وعن اي حاجه امها بتعملها في سبيل راحه بنتي. لو بنتي هياخدها واحد راجل وهيحافظ عليها. لان انا كده كده ما بتعاملش مع ليلى ولا بتعامل مع حد. انا لولا بنتي انا لا هتعامل مع ليلى دي ولا هعبرها بشيلين. لانها ما تستاهلش عشان لسانها زفر. وهي خربت على نفسها مره واثنين وثلاثه واربعه بسبب لسانها ده. لسانها ده اللي جايبها الكافيه. وبسبب لسانها ده اهلها قطعوها. اديك شفت انت اول ما كلمت ابوها، شوف انت قلت قال لك ايه. ليه؟ عشان اسلوبها وحش. وانا متهيألي ما اهلك اللي في الصعيد، اهلك لو عايشين في الصعيد مش هيرضوا بالاسلوب ده. فانت يا ابن الحلال شوف واحسبها، ورغبي بقى معاك. وفي اي وقت، اي وقت، قول له انا جايب لك احلام تعيش معاك، واطلبها مني انا، وتعالى اقعد معايا انا. وانا عندي السعاده اجهزها في ساعه، وهي عارفه الكلام ده قلته لها قبل كده.
لا والله، احلفها هو ودورها الكلام في اللي انا دماغك. قلته لامها اقوله لك برضه. انا قلت ان انا عايزها من غير اي حاجه، لا، يعني لو ما حدش هيجيب حاجه انا شاريها. وانا بنتي مش اقل من اي حد، بس تتجوز صح. ولا انا غلطان كده؟ صح. انا اجيب لها من الابره للصاروخ واحسن من اي حد بيجيله، الحمد لله. بس تتجوز صح، تاخدها من بيت رجاله، عشان ما تجيش في يوم تقول لها ده انا واخدك من بيت مره. صح ولا انا بتكلم غلط؟ صح. لما تيجي تقول لها في مره كده انا واخدك من بيت رجاله، وهي تعمل مشكله وتيجي ترد على الرجاله تجيب لك حقك. لكن بالاسلوب بتاع امها ده ما مش هتنفع. وحط نفسك برضو مكان اب بنته، امها بتعامله كده وبالاسلوب ده، وبتجوزها يعتبر من وراه. واخر مكالمه تقول لي انا لو حد سالني هقول لهم ابوها مات. يعني انا يعتبر بلع الزلط عشان خاطر البنت دي، ضحيه امها، لا اكتر ولا اقل. ده رقمك. اه. ظبط الدنيا يا حوده، وانت اسمك مش هنساه يعني على اسمي. ظبط الدنيا، وقول لها احلام واقنعها انها تيجي تعيش في وسط اهلها لوحدها. في الاول كانت هتيجي امها، دلوقتي بقت لوحدها، تيجي تعيش في وسطينا وتاخدها من بيت ابوها. ولو عايز تتجوز بعد شهر اجوزك، في اكتر من كده. بس تاخدها لا. من بيت ابوها مش من بيت امها. تمام ماشي. ظبط الدنيا كده، ورقمي معاك اهو. ماشي يا ابو حنفي. ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي، يلا. ماشي يا حبيبي. سلام. مع الف سلامه.